فيلمنا بيبدأ بوالتر وهو في اوضته وبتدخل عليه امه وبتقول له بتعمل ايه. بيقول لها انه بيعمل جهاز تستخدمه في شغلها عشان تبقى في امان، وبيبدأ يشرح لها الجهاز بيعمل ايه، وامه بتزعق له عشان بوظ التليفون. وبعد كده بيجي لها مكالمة في شغلها وبتقول له انها هتمشي. بيقول لها والتر انه عايز يروح معاها، فبتقول له لازم تجهز نفسك عشان تروح المدرسة. فبيقول لها مش عايز اروح المدرسة عشان صحابي بيقولوا عليا اني غريب وتصرفاتي غريبة. فبتقول لامه ان يوم من الايام افكاره واختراعاته هتكون السبب ان الناس تكون في امان. وبيعدي 14 سنة وبنشوف العميل لانس في اليابان وهو بيقضي على افراد عصابة الياكوزا، وبتكون مهمته ياخد شنطة جواها طيارة درون. وبيظهر على الشاشة افراد العصابة وهم محاوطين العميل لانس، وبتقول له مديرته انه يستنى فريق الدعم، فبيقول لها انه بيشتغل لوحده. وبعد كده بيوصل شخص وده بيكون جاي يشتري الطيارة اللي المفروض العميل لانس ياخدها. فبيتدخل لانس وبيكسر الازاز وبيتحدى رئيس العصابة وبيقول له انا عايز الشنطة، فبيرفض وبيحاول يضرب لانس، لكن لانس بيضربه ضربة واحدة بيقع منها. وبعد كده بيبدأ يتخانق مع المشتري وبيقول له المشتري فاكرني، فبيرد عليه لانس بيقول له انا بقابل اشرار كتير. وبيدخل افراد العصابة يتلموا حوالين لانس، لكن بيشغل جهاز يشتت افراد العصابة وبيقضي عليهم بكل سهولة وبيعرف ياخد الشنطة. وبنرجع لواشنطن وبيظهر العميل لانس وهو داخل المقر السري والموظفين بتسقف له على نجاحه. وبعد كده بنشوف والتر مرة تانية وبيكون في مكتبه وبيدخل عليه العميل لانس وبيقول له انه لعب في ادواته اللي بيستخدمها واللي عمله كان ممكن يسبب مشكلة كبيرة. وبيقول له لانس ان ما ينفعش ينقذ العالم بالاختراعات بتاعته. وبعد كده بيروح لانس لمديرته وبيقول لها ان المهمة خلصت وبيتباهى بالنجاح، بس مديرته بتتفاجئ ان الشنطة فاضية وبتقول له عندك تفسير للسبب ان الشنطة فاضية. وبتدخل بعد كده العميلة مارسي وبتكون من قسم الشؤون الداخلية وبتقول لفريقها يقبضوا على لانس، لكن بتتدخل المديرة وبتمنعها. وبعد كده بتعرض تسجيل للعميل لانس والمديرة بتتفاجئ وبيحاول لانس يشرح انه ما عملش حاجة والشخص ده مش هو، وطبعا ما فيش حد مصدقه. وبتحاول العميلة مارسي تقبض عليه لكن بيهرب وبتحصل بينهم مطاردة، لكن لانس بيقدر يهرب. وبنشوف بعد كده الشخص الشرير اللي كان رايح يشتري الطيارة وبيكون عنده القدرة انه يتحول لشكل لانس، وبيروح منطقة الأسلحة السرية وهو عامل نفسه العميل لانس. وبعد كده بيروح العميل لانس لبيت والتر وبيكون شغال على تجربة جديدة من تجاربه. وبيدخل عليه لانس وبيقول له انه عايز يختفي ويتفاجئ والتر بيه. وبيشرب لانس الاختراع اللي بيخليه يختفي وبيشرح والتر التجربة وبيقول له هتختفي خلال 45 ثانية. وبدأ يتفاعل الاختراع مع لانس وبعد كده بيقع على الأرض وبيبدأ يحصل تغيرات على لانس وفعلا بيختفي، ولكن بيتحول لحمامة وفضل يصرخ لأنه مستغرب من اللي حصل له. وبيحاول يقنعه والتر ان التجربة نجحت وهو دلوقتي متخفي، بس لانس بيقول له رجعني تاني وبيغضب وبيخرج من البيت. وبتوصل بعد كده الشرطة بيت والتر عشان يدوروا على لانس، وبيركب لانس ووالتر العربية وبيهرب والشرطة بتجري وراه. وبيحاول لانس تشغيل الأسلحة لكن والتر بيمنعه. وبعد كده بتتقلب العربية من على الكوبري وبتنزل فوق عربية كبيرة. وبعد كده بيركب والتر ولانس الطيارة وبيروحوا المكسيك علشان يدوروا على زعيم العصابة كيمورا. وبيشوف لانس أفراد عصابة الياكوزا وبيفكر يروح يضربهم، لكن والتر بيفكره انه حمامة. وبيبدأ ياكل لانس اكل موجود على الارض ومستغرب من اللي بيحصل له. وبيستخدم لانس حركاته الجاسوسية وبيدخل على الكمبيوتر ويدور على زعيم العصابة. وبترجع الموظفة وبتشوفه بتضربه على دماغه. وبعد كده بيطلع لأوضة زعيم العصابة وزعيم العصابة بيعرف صوته وبيقول له لانس ارفع ايدك، وبيقول له الطيارة بعتها لمين. فبيرد عليه زعيم العصابة انه ممكن يقتله لو قال عليه. وبتقع الفاظة عليه بعد كده ويمسكه وبيكون مفكره انه بيتم التحكم فيه عن بعد. وبيحاول زعيم العصابة انه يقتله لكن بيتصاج بالكهرباء، وبيكون والتر هو اللي عمل كده علشان ينقذ لانس. وبعد كده بتوصل العميلة مارسي وبتقول لفريقها يحاصروا المكان، وبيشوفها لانس على الشاشة وبيحاول يقفل الباب ويستخدم زعيم العصابة لان حجمه كبير. وبيحاول والتر ولانس انهم يهربوا وبيحاول ينط من فوق البلكونة ولكن بيقع وبيلحق نفسه وبيستخدم حبل. وفريق العميلة مارسي بيحاولوا انهم يمسكوا والتر، بس والتر دايما بيستخدم اختراعاته. وبعد كده بنرجع لمنشأة الأسلحة السرية وبيكون الشرير سيطر عليها والدكتور واقف بيترجاه انه يسيبه، لكن الشرير بيرميه من فوق. وبنرجع بعد كده لوالتر وهو بيجهز العلاج علشان يرجع لانس تاني لشكله الطبيعي، بس بيفشل في التجربة. وبعد كده بيوصلوا لمدينة البندقية ولكن بتكون مستنياهم العاملة مارسي وبتسأل والتر على مكان لانس. وبعد كده بينفجر المبنى وراهم وبيهرب والتر منها. وبيحاول فريق مارسي تدمير الطيارة لكن الطيارة الآلية بتدمر المكان وبيجري وراها والتر ولانس وبيقولوا لازم يطير وراها، وطبعا مش بيعرف لكن صحابه هم اللي بيساعدوه على الطيران. وبتحصل مطاردة بينهم وبين الطيارة لحد ما بيوصلوا للراجل الشرير. وبعد كده بتوصل عميلة مارسي وبتقول للراجل الشرير انه يرفع ايده وبيكون حاول شكله لشكل لانس وبيمسك في الطيارة وبيهرب. وبيحاول والتر بعد كده يعمل تجربة تانية علشان يحاول لانس ويرجعه تاني لشكله الطبيعي، وفعلا بينجح. وبيفرح لانس جدا انه رجع لشكله الطبيعي تاني. وبعد كده بيروح لانس للمكان الخاص بالأسلحة السرية وبيبدأ يدور على الشرير، لكن المكان بيكون مليان طيارات آلية وفي طيارة بتمسكه لكن بيفجرها لانس. فبيقول له الشرير انت دمرت طيارة واحدة هتعمل ايه قصاد 1000 طيارة؟ وبعد
وبعد كده لانس في طياره بالكهرباء وبيقع على الارض وبيغمى عليه وبيصحى بيلاقي نفسه مربوط في كرسي ويحاول الشرير يخليه يفتكره فبيقول له الشرير ان هو سبب في تشويهه. وبعد كده بيخرج الشرير الطيارات الآلية وبيرجع والتر عشان ينقذ لانس لكن الشرير بيبعت طيارات علشان تخلص عليه والطيارات بيضربوا صواريخ على الغواصه اللي بيكون فيها والتر لكن بيكون خرج من الغواصه وطبعا بيكون لسه عايش وبيدخل على لانس وبيكون لسه مربوط في الكرسي وبيتصل والتر بالعميله مارسي وبيبعت لها الاحداثيات وبيفك لانس وبيخرج بيلاقي الطيارات الآلية مستنيه بره والشرير بيقول له مش هتعرف تهرب لكن لانس بيستخدم اختراع من اختراعات والتر. وبعد كده بتوصل العميله مارسي وبتكون عرفت الحقيقه وبيبدا معركه كبيره بينهم وبتكون الطيارات الآلية وصلت المقر السري عشان تتخلص من العملاء السريين وبتحاول الطيارات تفجر المقر السري وبيحاول والتر انه يخترق ويتحكم في ايد الشرير الآلية وبينجح فعلا وبيعطل كل الطيارات الآلية وفعلا بيتم القضاء على الشرير. وبعد كده بنشوف المديره وهي بتكلم لانس تظهر له عن اللي حصل وبيقول لها انه مش هيشتغل تاني غير مع والتر. وهنا بينتهي الفيلم. شكرا للمشاهده. لو انت مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس وانتظرنا في فيلم جديد. سلام.